اليوم مشاهدينا الكرام سنعود بكم وبذاكرتنا إلى أول حلقة من الموسم الثاني من برنامج إحسان. قبل حوالي عام من بث نداء عمي طاهر الذي كان يعاني رفقة عائلته في منزل هش في أعالي مدينة قصر البخاري بولاية المنيا. عمي طاهر كان يعيش حياة قاسية وتجرع طعم معاناة كبيرة في شبه منزل كان سقفه وأسواره توشك على السقوط فوق رؤوس قاطنيها كل فصل شتاء، والمعاناة كانت تستمر في باقي فصول السنة. عمي طاهر وأبنائه وجهوا نداءهم عبر برنامج إحسان من أجل إيجاد يد العون التي تساعدهم في بناء منزل يأويهم. النداء وصل لمسامع الإحسان الذين بادروا لمساعدة عائلة عمي طاهر وتحقيق أمنيته. تابعوا معنا. ولا مع الريح ساعة حتى نديرو نخرجوا برا لي ونقعدوا مدارات. ساعات كي زاف يبدا الريح هذا وين طارق الريح خلاص. ساعات كي يبدا الريح من نرقدوش كاع نقعدوا قاعدين الصباح كلهم يعاونونا هي نورمال ما يعاونوناش زعما يعاونونا باه نبنو كشما دار ولا باه نعيشو فيها بالعقل ما نخافوش وقت الشتا. الناس يعاونونا زعما يبدلوا مجهود معانا. تلك كانت أمنيتهم، منزل يأويهم ويخفف من معاناتهم. قبل أكثر من سنة كنا هنا في منزل عمي طاهر بقصر البخاري، منزل هش ولا يليق للعيش ومعاناة أسرة تجرعت مرارة الحياة. النداء وصل لمسامع المحسنين وأهل الخير الذين وقفوا مع عائلة عمي طاهر بأموالهم وصدقاتهم، وبفضل مجموعة المتلحباب تمكن هؤلاء الشباب من تسيير تلك الأموال وبناء منزل لعمي طاهر وأبنائه. فرحة كبيرة عاشتها عائلة عمي طاهر وهي تدخل منزلها الجديد وسط عمل الشباب الذين قاموا بتجهيزه بمختلف التبرعات التي وصلتهم من المحسنين
تخفف هذه الخطوة معاناة عائلة عمي طاهر وظروفه الاجتماعية الصعبة، وتنسيه أياما وليال تعيسة قضاها في ذلك المنزل الذي يكاد عند حلول كل شتاء أن ينهار فوق رؤوس أولاده. عمي طاهر، وش رأيك؟ لاباس. اليوم فرحان هاي تحقق الأمنية تاعك؟ راه يجيب لهم ما يتمنوا، راه يجيهم في كل بلاصة ينجو. وش تقول المجموعة تاع لمة الأحباب اللي وقفوا معك؟ نقول لهم يكثر خيرهم، واللي ما تحويجه لله كما فرح دراري يفرحوا دنيا وآخرة. لاباس الحمد لله. هاك فرحان اليوم؟ لله. أنا فرحان. نشكر اللي ساهموا وطاولنا دوما اللي عاونونا، الله يجازيهم. نشكر هناك جمعية لمة الأحباب اللي كون ما هما ما بنينا هكذا ورجعنا فرحانين، الله يبارك. الشتوى ذي هناك قالوا بدت صعيبة، كنا ما طاولناش دوما، كنا ما بنيناش دوما، ما نعرف كيف فاتوا نعقبوا الشتوى. نشكرهم ونتمنى لهم كل دير متمنينهم ان شاء الله يتحقق. شفيت نهار قلت لي الحلم ديالي يكون عندنا منزل هكذا، دار جديدة باش نتهناو من الموعد. هذاك هو كان حلمي، ماذا بيا نسكن زعما في دار كيما الناس، وتحقق الحلم تاعي بفضلكم وبفضل لمة الأحباب. نشكرهم جزيل الشكر. مجموعة لمة الأحباب بأعضائها الشباب كانت همزة وصل بين المحسنين وعائلة عمي طاهر، حيث نجحوا بفضل كل تلك التبرعات من إسعاد هذه العائلة وإنقاذها من الموت ردما. طيب، أنا جينا عندكم لثالث مرة. المرة الأولى نقلنا النداء تاع عمي طاهر، المرة الثانية شفنا كيفاش المنزل راهو تبنى. الحمد لله هذه المرة راهو سكن في المنزل ديالو جديد، هذا بفضل المحسنين يعني في الدرجة الأولى، وثاني بفضلكم انتم جماعة لمة الأحباب اللي ساهمتوا بزاف في بناء هذا المنزل الجديد لعمي طاهر. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الشكر الكبير راح يكون لكم انتم، لانكم بكم انتم الناس اللي قدرت تتساهم وتعرف المعاناه تاع عمي طاهر. يعني الحمد لله احنا زينا نيتنا ربي سبحانه، وتكلنا على ربي، وعرفنا بلي كاين ناس الحمد لله يعني اللي وقفوا معنا وساهموا معنا باش يفرحوا عمي طاهر وعبد الرحمن كما قلتي راكم فرحانين. يعني احنا لو بليزير تاعنا كي نشوفوهم فرحانين، لانه فرحه تاعهم يعني كانوا يحلموا انه يكون عندهم منزل. يعني لو كان كما راك تشوفي بالك قدرنا نوجه لهم زوج ديار ولا يقدروا يفوتوا شتا حتى بد ما نكملوا البنيه الاخر، والحمد لله يعني توفقنا هذا، وهذا توفيق كل مره من الله عز وجل. بالنسبة لعمي طاهر، يعني كيفاش تلقيتوا المساعدات؟ احنا كنا حطينا الرقم ديالو، حطينا الرقم تاعكم تاني لانكم كنتوا المشرفين على هذه الخطوة والمبادرة. كيفاش كان التواصل مع المحسنين؟ ومن بعد شفنا حتى انه يعني الدار يعني تبنات، مام دار تعمرت تاني بالمحسنين اللي ما قدرش يعاون في البنيان، قدر يعاون ولو بشكل بسيط في تجهيز المنزل. احنا كما فيما يخص المحسنين، احنا يعني ما شاء الله يعني تجاوبوا معنا، خاصة بعد ما كان جاز في برنامج إحسان، يعني استحسنوا فكرة، ويعني وسيرتوا القضية تاعهم يعني توشاتهم بالبزاف. وحنا كانت بريفيلو كانت العجوز الله يرحمها حيا باش هي ثاني كتفرح، وإنما عطيناها شوية أمل بأن أنه عمي طاهر راهو خونا وراهو كي بابانا، ما كاش كيفاش نسمحوا فيه. والحمد لله كما راكي شتي عيطونا محسنين من الجزائر العاصمة، رحنا ريكيبيرينا من عندهم الكوشة تلفزيون، كاينه محسنة منا كذلك مدينة قصر بخير عطناتنا ثلاجة. الفراش هذا كما راكي تشوفي كاين محسنين جاو لينا، وجاو محسنين يعني جاو بالعائله تاعهم، كيجاو من بسكره، كيجاو من العاصمه، من ديه يعني. وانما يعني الحاجه اللي نتاسفوا لها بزاف انه المنطقه تاعنا كانت تقدري تقولي شبه منعدمه المساعدات هذه، ولكن الانسان يعني شغل هو الحمد لله نيتو زينا بالك، ربي ما خلاهاش وسخر لنا واحد اخرين جاو منا ولا منا، جاو لي شخصيا لهنايا. انا كي كانوا يتصلوا فيا يقولوا لي ودي حابين نعاونوا حابين نقول لهم انا روحوا تشوفوا بعينيكم، لانه احنا عندنا مثال يقول لك كي تشوف العين تترك السوال. جاو لهنايا وشافوا، ولا يعرفوا الدار ولا يجوا من بعد وحدهم ولا يجوا كذايا. والحمد لله احنا ما كنا الا همزه واصل، وحنا نتمنى ان شاء الله ربي يوفقنا سيتو مجموعه لمة الأحباب كما راكي تشوفي
تشوفي بالبنات تاعها بالبليجون تاعها كانوا حتى البنات تاعها يعني نوجههم تحيه كبيره لانه هما ثاني كانوا يجوا ويعاونونا ويردوا معنا ويحطوا معنا، والحمد لله يعني الانسان كانوا مآمنين بالشيء اللي راهو يقوموا به. قال لك يا ودي خالص لوجه الله تعالى ونسال الله القبول. هذا ما كان. العمل لا يزال متواصلا، وعائلة عمي طاهر لا تزال تحتاج إلى مطبخ لم تبنى أسواره بعد. يعمل الجميع من أجل إتمامه قبل حلول فصل الشتاء. بزاف ناس مازالها محتاجه، مع عمي طاهر مازال محتاج انه يكمل البناء تاعو، ودائما احنا الخير نقولوا بلي ما يحبسش، ولازم دائما المحسنين واهل الخير يكونوا متواصلين مع مثل هذه الحالات الانسانيه، يعني خاصه الواحد كي ما يلقاش وين يبات. بون احنا ان شاء الله بربي احنا الايسي ولا ماكسيموم تاعنا كيما على بالك المنطقه تاعنا احنا تعاني شويه بالفقر هدايا وكذا. مام المساعده تاع عمي طاهر يعني ما كانتش بنسبه كبيره من المنطقه تاعنا كما كانت من مناطق واحده اخرى. يعني احنا ماذا بينا يعني اللي يسكنوا في المنطقه تاعنا يقدروا يديروا اليد في اليد باش يقدروا يفرحوا زواولا كيما هذو، لانه والله العظيم يعني فرحتهم فرحه كبيره. احنا كنا نسيو كيفاش نجوا في الشتاء، نجوا نهار تكون شميسه تجي هذيا باش نكملوا هذا البنيان ونقفوا عليهم ونساهموا معاه، لانه الانسان ما عنده ما يدي في هذه الدنيا هذه. كما يقول لك صدقه جاريه، صدقه جاريه كيما هذه كل انسان حط فيها يا جوره ولا حط فيها كلاجه ولا حط فيها يعني فايونسا ولا راح تكون لي صدقه جاريه. قد ما هذا البنيان راهو مبني قد ما الأجر راهو يزيد. كان ألمنا كبير وحزننا شديد ونحن ننقل معاناة عائلة عمي طاهر، لكن هذه المرة فرحتنا كانت أكبر بتواصل المحسنين معه وإيصال ندائه لقلوب تهوى الخير والعطاء. دائما الخير موجود وأهله يسعون دوما لمساعدة كل من يحتاج إليهم. شكر كبير موصول لكم يا أهل الإحسان، جعل الله صدقاتكم وتبرعاتكم في ميزان حسناتكم وزادكم الله من رزقه وتوفيقه.